ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جديدة، يا رب تبقى سهلة وتنال اعجابكم. النهارده هنعمل وصفة كلنا بنحبها وبنجري عليها في محلات الشاورما السوري. ايوه، هنعمل النهارده فتة شاورما سوري بالفراخ. اول حاجة هنزل بيها في بولة 2 كوب زبادي او روب، عليهم ربع كوباية خل تقريبا. واهم حاجة في وصفتنا دي التوابل. هنزل هنا في التوابل، عندي معلقة صغيرة من كل حاجة من اللي هنقولها. عندي سماق، وعندي زنجبيل مطحون، وبهارات دجاج، وشوية بابريكا، وكمان هنضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وهنعمل مع المكونات دي تقريبا كده عصرة ليمونتين. وهعمل كل الحاجات دي ميكس. واهم حاجة في التوابل دي زي ما قلتلكوا السماق، لان السماق بيضيف نكهة حلوة جدا جدا للشاورما وبيديها طعم مزازة. علشان كده لو تلاحظوا انا ما حطيتش كل كمية الليمون اللي موجودة عندي. هبدأ اخلط التوابل دي كلها مع بعض. وطبعا التوابل اللي انا كاتباها لكم في الوصفة، لو نسيت تابل او حاجة هتلاقوه مكتوب، ممكن ترجعوا له. انا هنا عندي صدور الفراخ كنت مقطعاهم قطع زي الشاورما كده، نزلتهم على الخليط ده. وطبعا كل ما هتسيبيهم في الخليط كل ما يبقى طعمهم احلى واغنى. قلبيهم كده تقلبتين حلوين، ممكن تسيبيهم ساعتين، او ممكن زي ما تعملي مستعجله او ما عندكيش وقت انزلي على طول بيهم في الوك. انا هنا الوك عندي لازم تكون سخنه جدا. شايفين سخنه قد ايه؟ اول ما نزلت على الزيت بالمكونات بتاعتي، شايفين السخونه بتاعت الوك. مهم جدا جدا تبقى الطاسه سخنه. بس طبعا وانتي بتنزلي الحاجه خدي بالك عشان ما تحرقيش ايدك، عشان خاطر ما تنزلش الميه مره واحده والسوائل من قطع الدجاج ونلاقيها في اخر نشفت. انا هنا ضفت مكعبين من مرق الدجاج، قلبت كده تقليبه حلوه، وهسيبها بقى تستوي براحتها خالص لغايه ما الميه بتاعتها دي تنشف. وبعد كده هنزل بالاضافات اللي هنشوفها واحده ورا التانيه. مهم جدا ان احنا نسوي الفراخ الاول لوحدها من غير اي مكونات معاها، لان انا زي ما قلت لكم قبل كده في الشاورما او في الاكلات اللي بيكون فيها خضره مهم جدا ان احنا نحافظ على قوام الخضروات اللي عندي. زي ما هتشوفوا كده انا هنا عندي توم وعندي بصل وعندي فلفل اخضر. طبعا لو عندك فلفل الوان وعايزه تحطي براحتك. انا هنا نزلت بنص كميه التوم اللي عندي، يعني تقريبا نقدر نقول 3 4 فصوص توم. والبصل هنا انا مقطعه بصل جوانح، وخدي بالك انك تحافظي على قوام البصل ما يدوبش على الاخر. وكمان مقطعه كده قرن فلفل اخضر عندي. طبعا انا مقطعتش الوان لان ما كانش متوفر عندي، بس زي ما قلت لكم انتوا عايزين تحطوا الوان حطوا، حابين تقطعوا الفلفل مكعبات ما يكونش كده طويل وحجمه كبير شويه براحتك، التقطيعه ديت براحتك انتي زي ما تحبي. تقلبتين كده، شايفين الصوص بتاعها بقى حلو ازاي؟ انا مش عايزه يكون فيه ميه كتير عشان خاطر لما ينزل الصوص ده على الرز ما يبوظش الرز، يبقى مليان ميه. هنا بقى هعمل الخطوه اللي بعدها. في حله نزلت بمعلقتين سمنه وعليهم شويه زيت، وعندي هنا تقريبا 3 كوبايات رز بسمتي مغسول ومنقوع كويس. وزي ما اتفقنا رز البسمتي لازم تنقعوه. انا بصراحه حرمت ان انا اجيب نوع رز بسمتي وما نقعوش، لان قبل كده جربت كان النوع اللي جايباه مكتوب عليه انه ما يتنقعش ويطبخ بيه على طول، بصراحه ما ادانيش احسن نتيجه يعني. هنا قلبي الرز كويس في الماده الدهنيه بتاعتك تقلبتين كده حلوين. واهم حاجه بقى التوابل اللي عندي. الرز البسمتي يعني توابل، هننزل هنا ببهارات مشكله وكركم وعود قرفه وهيل مطحون وورقتين لورا. وتقلبي كده زي ما انتي شايفه، تقلبي كويس جدا المكونات دي كلها. انا هنا ما حطيتش قرفه باودر، انا حطيت عود قرفه عشان خاطر مش عايزه طعم القرفه يبقى كبير، يبقى باين كتير قوي في الرز، لان دوت شاورما مش رز مثلا مبهر او رز مشبوس او حاجه. قلبت كده حلو. شوفوا بقى اللون بدا يبقى حلو ازاي. هنا هيبقى لون الرز بتاعي اصفر عشان الكركم اللي انا حطاه بيضيف لون حلو جدا جدا وطعم حلو قوي للرز. برضو هنا مكعبين مرق دجاج. طبعا بعد ما حطيتي المكعبين المرق وحطيتي التوابل تاخدي بالك كويس جدا من الملح، لان التوابل نفسها في منها اوقات انواع التوابل بتكون يعني فيها كميه ملح، فممكن تزود لك ملح الاكله وتبوظ على الفاضي. نزلنا هنا بميه مغليه، تنزلي مقدار الميه زي ما قلت لك يكون مغطي الرز بشويه حلوين،
يعني نقول كده مش عقل الصباع، لا نقول كده نص، يعني نص صباعك كده يكون مقدار الميه. ظبطت الملح بتاعي كله بقى حلو، قلبته التقليبه التمام. استنى ان الرز يدخل بيته والميه تتشرب زي ما احنا حافظين وعارفين. اهو كده تمام. اوطي بقى النار وانقله على العين الصغيره، وايه الرز استوى عندي وبقى زي الفل. شايفين اللون حلو ازاي؟ الرزه مفلفله مش متكسره، حجمها كبر معايا. ده كده الجمال. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من تسويه الرز البسمتي بالذات، لانه لو زاد عن اللازم هيتكسر ومش هيبقى حلو. هنا بقى عندي الخبز اللي انا مقطعاه مكعبات فته، طبعا يعني خبز مقرمش. انا هنا استخدم القلايه بتاعه الزيت وانا بحمر العيش بتاعي، العيش اللي هو الخبز يعني. طبعا تقطعيه بالتقطيعه اللي انت عايزاها. انا هنا استخدمت القلايه اسرع وكانت جاهزه عندي. معلش سوري على البخار اللي طالع على الكاميرا، بس ده من القلايه. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه اوعدكم هتبقى جوده التصوير مختلفه وان شاء الله تعجبكم. انا لسه ببدأ معاكم واحده واحده وبتعلم معاكم، هو بتعلم فيكم يعني، بس انا عارفه ان انتوا حبايبي وبتستحملوني، ومتشكره جدا جدا على الدعم اللي انتوا بتدعموني بيه. فعلا يعني اخواتي وحبايبي، ربنا يكرمكم ويوسع رزقكم وما يحرمنيش من دعمكم وتشجيعكم ابدا. هنا بقى هعمل الصوص بتاع الفتة. هنا برضو اخدت علبة زبادي كبيرة، عايزة علبتين على قد الكمية اللي عندك براحتك. نزلت عليهم بمعلقتين خل وربع كوباية من الطحينة وعصرة ليمونتين و3 معالق مايونيز ومعلقة صغيرة من بودرة الثوم ورشة ملح. انا هنا كمان مستخدمتش توم باودر، عفوا انا استخدمت هنا كمان توم فريش بس. وظبطي كده، ايوه شايفين توم فريش اهو، تظبطيه بيدي طعم حلو جدا جدا. وهنا طبعا هتزودي بقى مقدار الصوص بتاعك بالميه زي ما انت عايزه، تشوفيه عايزه ايه. زودي شويه ميه بشويه بشويه. ظبطي الملح بتاعك لان هو ده الصوص اللي احنا هنغطي بيه الفته. وممكن كمان تحطيه كده في سوسيره جنبك، اللي حابب يزود منه يزود براحتكم. بيدي طعم حلو جدا جدا، وهو ده سر الفته. زي التوميه كده لما بتكون مع الشاورما ساندوتشات، كمان هو دوت تقريبا زي التوميه كده مع الفته بتاعتنا. خلاص سفرتنا جهزت وغرفنا الطبق بتاعنا، وشويه البقدونس اللي فوق الوش كده او الكزبره الخضراء زي ما انت عايزه. هنبدا بقى نغرف اطباقنا لحبايبنا. ويا رب يا رب الاكله تكون عجبتكم. تحطي بقى جنبها شويه خيار مخلل، شويه ليمون، شويه زيتون، شويه فتوش او تبوله اللي انت عايزاه. في اخر الفيديو يا رب دايما دايما كلكم بخير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ولو انتوا بتتابعوني من على الفيسبوك او على التيك توك يا ريت تعملوا فولو. بحبكم جدا جدا، وما ننساش ندعي لاخواتنا في كل الارض. يا رب دايما دايما في سلام وفي امان وفي حفظ الله. بحبكم جدا جدا واشوفكم على خير. مع السلامه.